يا مساء الورد والجمال على القلوب الصافية اللي بتنور سما مملكة شغف. وحشتوني جدا جدا. عارفين أجمل القصص في الحياة هي اللي منكونش مرتبين ليها، اللي بتيجي فجأة بتقلب كل موازيننا وتخلينا نشوف الدنيا بعيون جديدة. حكايتنا النهاردة عن قلوب كانت فاكرة إنها قفلت أبوابها للأبد وقررت تعيش في جزر معزولة لحد ما جه النصيب اللي مفيش منه مفر وفتح الأبواب بلمسة حنية وأصل طيب. استعدوا علشان هنعيش لحظات حب صريحة، مواقف صعبة ونظرات فيها كلام أكتر من الحوار نفسه. غمضوا عيونكم واسرحوا معايا بكل جوارحكم علشان الحكاية دي مستقصدة تلمس روح كل حد فيكم. والنصيحة اللي حابة أزرعها في قلوبكم النهاردة: اوعوا تحكموا على حد من ظروفه ولا من القسوة اللي باينة في وشه. ساعات كتير أشد القلوب صلابة بره بتكون أرقها وأطيبها جوه، بس مستنية اللي يفهمها ويطمنها. خليكم دايما السند الأمان اللي بيجبر الخاطر، لأن اللي بيستر غيره وبيحتويه ربنا بيسخر له اللي يحتويه في أشد أوقات احتياجه. وأنا النهاردة جاية وجايبلكم قصة واثقة 100% إنها إن شاء الله تعجبكم، لأنها بقلم الكاتبة المبدعة خديجة السيد. ويلا بينا نشوف حكايتنا بتتكلم عن إيه النهاردة. في قسم الشرطة دخل الضابط كنان وهو بيقدم التحية وقال: تحت أمرك يا سيادة اللواء. اللواء عاصم قال: اقعد يا كنان، أنا عاوزك في قضية مهمة. في منطقة في البدو اقتحموها مجموعة بيشتغلوا في المخدرات، وعلشان محدش يقدر يقرب منهم حطوا خيم ستات وأطفال قدام في القرية، وبقالهم أكتر من 2 وهم واخدينهم رهاين غصب عنهم. وهو احنا عايشين فين ومش خايفين؟ هي البلد ما فيهاش حكومة ولا ايه؟ ما ينفعش نسكت أكتر من كده علشان ما يزيدوش فيها. ضباط كتير حاولوا أكيد، لكن للأسف كانوا ما بيعرفوش ياخدوا معاهم حق ولا باطل. عشان كده أنا طلبتك يا كنان، عارف إنك ضابط شاطر وهتكون قدها، وقبل ما تهجم لازم تحط خطة قوية وتفك وأسر الناس دول. كنان قدم التحية وخرج على بره علشان يجمع رجالته ويبدأوا الخطة. وعدت الأسابيع وهم بيحاولوا يجمعوا معلومات كتير عنهم لحد ما جه يوم الهجوم، وكانوا بيستعدوا رجالة الشرطة وهم محاوطين الصحراء وبيراقبوا الوضع من بعيد. آدم وقلب ضيق: الله يسامحك يا كنان، دي عمليات نطلعها واحنا شايلين روحنا على ايدينا. طب انت ما عندكش زوجة ولا عيل؟ امال الغلبان اللي زي يعمل ايه في اللي سايبهم في البيت دول وانت ساحبني وراك كده؟ كنان كان ماسك السلاح وهو بيراقب الوضع وقال: ما عشان الخوف اللي انت فيه ده كل عملية تطلعها معانا تعرف ان كان معايا حق لما قلت لك اللي زينا ملوش جواز. الواحد يطلع العملية من هنا ولا يشغل باله بحاجة. هو انت ناوي يعني تفضل كده طول العمر ولا ايه؟ يا ابني انت داخل على 40 سنة خلاص، وامك وابوك الله يرحمهم. عايز تفهمني انك ما زهقتش من الوحدة بتاعتك دي؟ الزوجة والعيال برضو بيملوا عليك الدنيا. كنان سكت شوية وقال: حتى لو اللي زينا ملهمش جواز احسن، بدل ما نظلم معانا بنات الناس. ركز بقى في العملية احسن علشان تروح لمراتك وعيالك سليم. بعد وقت كنان ادى الاشارة بما انه كان القائد بتاعهم، وبدأ الهجوم والاشتباك معاهم اكتر من 1.5 ساعة لحد ما رجالة الشرطة قدروا يسيطروا على الوضع. لكن كنان لاحظ واحد من رجالة المخدرات رغم إصابته داخل خيمة من الخيم اللي كانوا بيتحاموا فيها، وسمع صريخ جامد جوه والستات خرجت تجري، فبسرعة شد الزناد ودخل، واتفاجئ بالشخص ده ماسك واحدة وحاطط السلاح على دماغها وبيقول بتهديد: لو قربت مني هفجر دماغها. أنا عاوز حالا طيارة تجري علشان أهرب من هنا ومحدش يطولني. كنان قلب برود: طيارة مرة واحدة؟ انت الوحيد اللي فاضل من رجالتك اللي ماتوا، يبقى تفتكر علشان رهينة واحدة هنهتم بيك أو بيها؟ طب يلا اقتلها، مستني ايه؟ ولا تحب اخلص لك انا عليها واحنا لوحدنا واقول ان انت اللي قتلتها ونخلص بقى القضية بدل وجع الدماغ ده؟ عيطت روفان بخوف وهي مش مصدقة كلامه، والشخص اللي كان ماسكها اتوتر هو كمان بقلق من ردة فعله الغريبة، وكمان اشتغل يشتته وبسرعة ضربه طلقة في دماغه بالظبط وقعته في الأرض جثة هامدة. روفان صرخت من الصدمة وكنان سألها بجمود: ما تقلقيش خلاص، قدرنا نسيطر على الوضع وكلكم بقيتوا بخير وأحرار. روفان بدموع: بعد ايه؟ ما خلاص كل حاجة راحت، وللأسف وصلتوا متأخر قوي، بس أحسن من مفيش برضو. على الأقل أنقذتوا أرواح الناس التانية علشان ما يتيتموش زيي. كنان استغرب كلامها لكن اتفاجئ بيها فجأة مالت وكانت هتقع، فبسرعة جري يلحقها بين ايديه وأغمى عليها، وكانت عاملة زي العصفورة بسبب حجمها الصغير قدامه. وفي اللحظة دي الطرحة اللي كانت مدارية بيها شعرها ووشها اتفكت وبينت قدامه أجمل بنت ممكن عيونه تشوفها. ما كانش مجرد إعجابه بس، حس كمان بدقة في قلبه غريبة. آدم قرب وقعد جنب صاحبه وقال: اللواء هيبعت لنا مساعدات بس علشان مسافة كبيرة هتتقسم على أيام، واحنا طبعا لازم نفضل هنا لحد ما نطمن العصابة مش هترجع تاني. حتى بعد ما خلصنا
هنتعطل ونفضل جنبهم. الواحد كان نفسه يروح بقى لأهله ويرتاح. كنان كان سامعه وما ردش عليه، وعينه اتحركت على روفان اللي فاقت وبدأت تجهز معاهم الأكل. فقال: ملاحظ البنت دي الوحيدة اللي لوحدها؟ يعني كلهم جروا يطمنوا على أهلهم، ودلوقتي برضو قاعدة لوحدها، هي إيه حكايتها؟ آدم استغرب هو كمان، لكن اتفاجئوا بواحد جاي من وراهم وكان كبير البدو وقال: أهلها الله يرحمهم ماتوا كلهم، أول ناس بسبب العصابة اللي هجمت علينا عشان تاخدنا رهاين، ما بقاش ليها أي حد للأسف، بس إحنا بندور على أي حد يتبناها. كنان بصلها بعطف وفهم كلامها اللي قالته إنه وصل متأخر في قلب حدة. يعني إيه حد يتبناها؟ هو أنت مش شايف إنها مش صغيرة على الكلام ده؟ بدأ يديهم طبق الأكل وهو بيقول: يا ولدي ما هي مش هتفضل كده، حتى البيوت هدوها، واحنا عشان ما يحصلش حاجة لا قدر الله بندور على واحدة تكون معاها بنات بس وتوافق تتبناها، والبنت حلوة وصغيرة دي ما كملتش 18 سنة على اللي بيحصل لها ده. كنان بص له فجأة ورجع بص لها من تاني ولاحظ انها قاعدة بتاكل لوحدها وحزينة جدا، فمسك الطبق بتاعه وقام قعد جنبها وهي بصت له باستغراب فقال: الاكل حلو تسلم ايدك، انا كنت جاي اعتذر لك انا ما جيتش من بدري فعلا وانقذت اهلك. انا اسف يا روفان. اسمي روفان، وبعدين مش محتاج تعتذر يا حضرة الضابط، انا عارفة ان الوضع كان صعب وياما ناس جت قبلك وما يدروش عليهم، هو ده كان نصيبهم في الاخر، ربنا يرحمهم. كان حاسة من نبرتها الحزينة انها بتحاول تكتم دموعها فقال: وعلى كده انت بتدرسي يا روفان؟ ها؟ ايوه طبعا بعرف اقرا واكتب، بس مفيش هنا مدارس. تعرف ابويا قبل ما يموت كان دايما يقول لي انت شاطرة وتستاهلي تدخلي الجامعة وتكوني حاجة كبيرة، وانا كان نفسي اشوف مصر قوي، هي حلوة زي ما بيحكوا لنا عنها. هما مين اللي بيحكوا لكم عنها؟ ما هو انت برضو في مصر، بس تفرق المحافظات. هو انت عمرك ما خرجتي من هنا ولا ايه؟ طيب حتى ما كنتيش بتشوفي الحاجات دي في التلفزيون؟ القرية اللي احنا فيها على قدنا، ما دخلش فيها ولا كهرباء ولا اي حاجة. انا الحاجات دي كلها عرفتها من واحدة مننا اتجوزت قبل كده هناك في مصر، وكانت بتيجي زيارات تحكي لنا اللي بتشوفه، وكانت تقول لنا ان الناس اللي هناك دول عالم تاني لوحدهم وغير هنا خالص، لكن انا عمري ما شفتهم ولا خرجت من هنا، وبعد موت اهلي شكلي خلاص هفضل هنا على طول لوحدي. كنان فضل باصص لها كتير، وهي لما حست انها مش هتقدر تمسك دموعها اكتر من كده استأذنت منه وقامت، ففضل متابعها بعيونه لحد ما دخلت الخيمة، وبعد كده لمح الكبير بتاعهم ولسه بيلف على الناس علشان يشوف هتقعد مع مين، لكن كان واضح ان كلهم بيرفضوا بسبب مسؤوليتها وضيق الحال. كنان فتح عيونه على بالليل وما كانش عارف ينام، فقام يخرج برا شوية، لكن لمح روفان وهي بتتسحب تجاه البحيرة فلقى نفسه بيتابعها بخطوات هادية من غير ما تاخد بالها، وتفاجئ بيها قلعت الطرحة وبدأت تفك أزرار العباية علشان تنزل المية وهي عمالة تبص حواليها بقلق، فبسرعة دور وشه الناحية التانية بحرك شديد، لكن فجأة سمعها بتصرخ فجري عليها بخوف: روفان في ايه مالك؟ روفان كانت واقعة في الأرض ماسكة رجلها بتتألم بدموع، وكنان لمح تعبان بيجري البعيد ففهم انه قرصها، فبسرعة شد رجلها وبدأ يسحب السم، وهي في نفس اللحظة أغمى عليها. كنان شالها بسرعة بين ايديه وهو بيصرخ باسمها، وبدأ الكل يفوق واستغربوا لما لقوه شايلها. في ايه يا كنان؟ مالك شايلها كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش وقت أسئلة يا آدم، قرصها تعبان ولازم نتصرف قبل ما يحصل لها حاجة. هاتها عنك يا ولدي، والستات جوه هيشوفوا اللازم، احنا متعودين على كده في الصحراء، يا ما بيطلع لنا ديابة وتعابين. كنان وقف متردد لأنه كان شايف الأفضل إنها تروح مستشفى، لكن المسافة كانت بعيدة عنهم، فاضطر يسيبها للستات ياخدوها ويتصرفوا، وفضل هو واقف بره قلقان جدا عليها. حتى آدم أخد باله وكان مستغرب جدا، لأن أول مرة يشوفه في الحالة دي مهتم وخايف على حد كده. روفان فتحت عيونها بألم واتفاجئت بنفسها في الخيمة، لكن ما كانتش لوحدها المرة دي، وكنان كان قاعد جنبها وهو بيعمل لها كمادات وابتسم بهدوء وقال: أخيرا فوقتي، حمد لله على سلامتك، بقيتي أحسن دلوقتي مش كده؟ هو إيه اللي حصل؟ هو أنت بتعمل إيه هنا يا حضرة الضابط؟ أنتي فقدتي الذاكرة ولا إيه؟ مش فاكرة لما روحتي لوحدك البحيرة بالليل؟ تقريبا كنت رايحة تستحمي وطلع عليكي تعبان قرصك، الحمد لله لحقتك بالوقت المناسب، والسم ملحقش ينتشر في جسمك، بس دخلت اطمن عليكي لقيتك سخنتي، وكان لازم اعمل لك كمادات علشان جسمك يرجع لطبيعته. وانت عرفت اني رايحه استحمى منين؟ هو انت شفتني وانا؟ كنان ابتسم بخبص على وشها الاحمر فقرب منها وقال: لا ما تخافيش، انا ما شفتش حاجه خالص، ولا انك كنت رايحه تتسحبي والطرحه اللي قلعتيها وفضلت تبصي حواليكي زي الحراميه، ولا التعبان اللي قرصك خالص، ما شفتش اي حاجه، اطمني على الاخر. روفان تنحت باحراج وكسوف وسكتت، وكنان ضحك عليها، وآدم دخل بعد ما استأذن واتصدم لما لقاه بيضحك بالشكل ده. أنا نزلت القاهرة وجبت لك معايا الأدوية اللي طلبتها يا كنان. كنان أخدها منه وشكره، وآدم طلع على بره،
فطلع من الشنطة حقنة وقال: الحقنة دي لازم تاخديها علشان نطمن عليكي. يلا شمري ايدك كده وما تخافيش، انا ايدي خفيفة. روفان اتنفضت بخوف وقالت: لا، ابعد عني البتاعة دي، انا بخاف منها، اديني اي دواء اشربه احسن، عشان خاطري يا عمو الظابط بلاش حقن. كنان كشر وقال: عمو الظابط، ما كنا ماشيين حلو. ما ينفعش يا روفان، صدقيني هتتعبي وتسخني تاني لو ما اخدتيهاش، والمرة دي هتكوني لازم تروحي المستشفى ومش هنلحق. روفان هزت راسها برفض برعب وهي بتبعد لورا، فسكت شوية بتفكير وبعد كده طلع تليفونه وقال: تعرفي انا عندي لعبة حلوة قوي على تليفوني، تاخدي تلعبيها؟ جربي هتعجبك جدا. روفان سكتت شوية وبتردد قربت، وهو ابتسم وبدأ يوريها اللعبة، وفي لحظات اندمجت معاها زي الطفلة الصغيرة وبدأت تلعبها بحماس، لكن نظراته اتحولت عليها لشفقة وحزن على طفولتها اللي اتدمرت هنا ولسه هتضيع أكتر، وهي مش عارفة مستقبلها المجهول هيكون إيه بعد ما بقت لوحدها من غير أهل. فاستغل الوضع واداها الحقنة، وهنا روفان انتبهت فبصت له بغضب طفولي، وهو ضحك ومسح على طرف مناخيرها فاتكسفت بخجل. وهنا كنان طار عقله من حركاتها اللي بتجننه. عدت الأيام وفضلت الضباط محاوطة المكان فترة عشان تتأكد إن مفيش خطر تاني، وكنان كان كل يوم يجي ياكل مع روفان، وأغلب الوقت كان بيقضيه معاها، وهي كانت بتكون مبهورة باللي بيحكيه وبيعرفها عليه. وفي اليوم اللي عرفت إنهم خلاص هيمشوا بان عليها الزعل والحزن عشان عارفة إنها ترجع لوحدها من تاني. كنان كان بيجهز حاجته وعيونه كل شوية على الخيمة بتاعت روفان، وكانت جواه حاجة متضايقة جدا إنه هيفارقها، لكن عارف إنه منفعش يعلقها بيه أكتر من كده، وكل واحد حياته غير التاني، غير فرق السن اللي ما بينهم. لكن كان نفسه يشوفها قبل ما تمشي، لكنها ما طلعتش تسلم عليه. وفي الوقت ده قرب من كبير البدو وقلب ملامح مش مريحة: متشكرين على اللي عملتوه يا حضرة الضابط، وجميلكم ده هنشيله فوق راسنا، بس كان لازم تعرف إن القرية هنا ناسها على الجد، وأي حاجة بتحصل بيعرفوها والكلام بيكتر عليها. مش فاهم تقصد إيه؟ وبعدين هو أنتم هتعملوا إيه مع روفان؟ في حد هيتبناها زي ما قلت لي؟ يا ولدي، ما هي أسئلتك الكتيرة دي خلت الناس تركز معاكم وتفهم الموضوع غلط، وأنت كل شوية معاها، ولما أنقذتها أنت الوحيد اللي كنت معاها برضو، وأوجات كنت بتدخل الخيمة بتاعتها وهي لوحدها، ودي بنت برضو، وأنت راجل عازب وفاهم اللي فيها. هو أنت بتلمح لإيه؟ ما أنا بصراحة ما كنتش شايف أي اهتمام منكم بيها، وكل واحد مركز مع نفسه. حتى يوم ما تعبت أخدت بالي بالصدفة، لولا إن أنا اللي دخلت ولحقتها، وفي الآخر بتعاتبوني أنا من غير زعل. هي أمانها مش معاكم أصلا، والأحسن تسيبوها تمشي معايا طالما مفيش حد هيتبناها ولا هيخلي باله منها. تروح معاك بتاع إيه وبصفتها إيه؟ خليها هنا، وإحنا قررنا نجوزها. صحيح الراجل اللي جيب بيها متجوز 2 غيرها، بس هو أحسن من مفيش، وهو اللي هيتولى مسؤوليتها. كنان رمى الشنطة اللي في إيده واتجنن من كلامه، فبسرعة اتحرك على الخيمة ودخل لها، وكانت قاعدة بتعيط بحسرة وقهر عن نفسها. ولما شافته قالت بحزن: مع السلامة يا حضرة الضابط، أشوف وشك بخير. هو أنت موافقة على العريس اللي هيتجوزك ده ومتجوز 2 كمان غيرك، ومن الواضح أكبر منك كمان في السن؟ محدش أخد رأيي، هم حكموا وقالوا لي هو ده الحل بدل ما تبقي لوحدك. أنا كنت رسمة طموحات تانية كلها تتدمر بجوازي من الراجل ده، ومش هشوف مصر زي ما كنت بحلم، بس ما عنديش حل تاني. كنان شدها من ايديها جامد وقال بحدة: ما فيش حاجة اسمها تعملي حاجة غصب عنك. اسمعي، ايه رأيك تيجي معايا القاهرة وهتكملي تعليمك، واي حاجة نفسك فيها هعملها لك عشان دي حقوقك، بس بشرط واحد توافقي عليه عشان يرضوا يخلوني اخدك معايا. روفان اتفاجئت من كلامه فابتسمت بسعادة وقالت بلهفة: بتتكلم بجد؟ انا مستعدة اعمل اي حاجة وموافقة عليها من غير ما اعرفها، بس ما تسيبنيش هنا لوحدي. في القاهرة كنان فتح الباب ودخل، وبص ناحية روفان اللي كانت عمالة تبص على كل حاجة حواليها بفضول كبير زي الأطفال الصغيرة، وانتبهت على صوته بيقول: ادخلي يا روفان واقفلي الباب. وبعدين هو انت ما شبعتيش فرجة ولا أسئلة من ساعة ما خرجنا وانت على الحال ده؟ روفان دخلت بتردد وهي لسه بتتفرج، وقالت بابتسامة: هو ده التلفزيون؟ أنا شفته مرة صورته في مجلة اللي جابتها لي عبير. كنان دخل الشنط وقفل الباب وهو بيقول: أيوة هو، بس عبير مين؟ ما قلتليش يعني إنك ليكي أصحاب؟ مش قلتلك في بنت اتجوزت من عندنا من مصر وكانت بتيجي تزورنا؟ هي بقى كانت بتحكي لنا على اللي بيحصل هنا، وجابت لي قبل كده كتاب، بس قالت لي إن اسمه مجلة. هو أنا هكمل تعليمي إمتى؟ أنت وعدتني لو وافقت اتجوزك هتعملي اللي أنا عايزاه، مش هتضحك عليا مش كده؟ كنان بصلها شوية وراح زعلقها فقال: طب لما انت خايفة وما عندكش ثقة كبيرة فيا كده، ليه وافقتي تتجوزيني واحنا لسه ما نعرفش بعض كفاية أول ما عرضت عليكي؟ عشان ما كانش عندي غيرك، وفي الحالتين كنت هتجوز برضو، فقلت اختارك انت لأن برضو مطمنة معاك شوية، ولو ضحكت عليا فربنا هيحاسبك على فكرة، عشان هو ما بيحبش الكدابين. كنان اترسمت على وشه ابتسامة عريضة
أثر كلامها عن ثقتها فيه. لا ما تخافيش، مش هكذب عليكي، بس مش على طول كده، الحاجات دي بتاخد وقت برضو. بصي ادخلي دلوقتي استحمي وتعالي عشان ناكل لقمة سوا. روفين وقفت شوية بحرج مكانها، ففهم وقرب مسك ايديها وقال تعالي افرجك على الحمام واقولك بيشتغل ازاي الاول. بعد وقت كنان غير هدومه هو كمان وبدأ يجهز الأكل. ما كانش عارف اللي عمله ده صح ولا غلط وليه أصلا يتحمل مسؤوليتها، لكن حاول يبرر لنفسه إنها صعبت عليه مش أكتر، لأنه من زمان وعد نفسه مش هيدخل حد حياته علشان طبيعة شغله. وفي نفس اللحظة اتخض لما سمع صوتها بتصرخ، فبسرعة جري بخوف وفتح باب الأوضة ودخل. في إيه مالك، انت كويسة؟ روفين كانت واقفة وهي لفة البشكير حواليها وماسكة ايديها بقلم وقالت بدموع المية فجأة قلبت سخنة وحرقت ايدي قوي. كنان دخل الحمام يقفل المية وجاب من علبة الإسعافات مرهم، لكن هو بيفتحه عينه وقعت على لبسها فبلع ريقه وقال مش قلتلك ما تقربيش من الحنفية السخنة؟ خلاص ما تقلقيش، دي لسعة بسيطة مش لدرجة حرق يعني، هتروح على طول. روفين بدأت تتألم وهو بيفرد المرهم عن ايديها وهي كانت مغمضة عينيها بألم، فما قدرش يتحمل كتلة البراءة والجمال اللي قدامه دي، واتفاجئت بنفسها فجأة بين ايديه ومسح على وشها الناعم وقال انت جميلة قوي يا روفين، من ساعة ما شفتك وانا مش فاهم ايه اللي فيكي زيادة بيجذبني عن اي واحدة، لدرجة خلتيني اغير حاجات كتير في حياتي كانت خط احمر، بس دلوقتي عرفت السبب. براءتك هي اللي بتسحر اي حد قدامك وبتخليه مش قادر يتحكم في نفسه اكتر من كده قدام الجمال ده كله. روفين اتجمدت مكانها بصدمة وهي لأول مرة تسمع الكلام ده في حياتها، لكن ضربات قلبها زادت جدا مع وشها الأحمر من الخجل الشديد، وهنا كنان كان خلاص فقد آخر ذرة صبر عنده. بعد وقت كنان اتعدل من على السرير وهو بيقفل أزرار القميص وجاب قميص تاني من الدولاب وقربه من روفين اللي كانت قاعدة على السرير بتشد الغطا عليها وبتعيط في قلب ضيق شديد. خدي البسي ده مؤقتا. طب انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ قوليلي عشان أعرف أساعدك. تحبي أجيب لك دكتورة تشوفك؟ روفين أخدت القميص لبسته واللي ظهر طويل عليها علشان فرق الطول ما بينهم، وما ردتش عليه فتعصب من نفسه أكتر وقال أنا غبي، المفروض جايبك هنا عشان أحميكي، مش عارف إزاي ده حصل وضعفت، مع إني في العادة مش كده والله، وحتى لو قدامي ملكة جمال، لكن انتي الوضع كان مختلف. أنا مبعيطش عشان كده، أنا قبل ما أمشي قالولي إن أنا خلاص بقيت مراتك وأي حاجة تطلبها مني أعملها على طول، وكمان قالولي برضو إن أول ما تبقى مراته رسمي خلاص مفيش دراسة ولا خروج، وكده الأحلام اللي انت وعدتني بيها راحت. مالكيش دعوة بحد، هما مالهمش دعوة بينا أصلا، وانتي بقيتي مسؤولة مني أنا وبس. لا طبعا، كل حاجة وعدتك بيها هتحصل، أنا مش هستفاد حاجة لما أعادك من الدراسة، لكن لما تتعلمي وتبقي حاجة أكيد ده هيفيدني برضو. بتتكلم بجد؟ يعني هتخليني أكمل دراستي؟ كنان قرب منها مسح على كتفها بحنان عشان يطمنها وقلب ابتسامة. أكيد يا روفان، أمال أنا جايبك هنا ليه؟ مرضتش أسيبك تضيعي حياتك هناك، وبالنسبة للي حصل صدقيني مش هقرب منك تاني، إلا بقى لو انت اللي عايزة كده، وانا قلتلك اي حاجة هتحتاجيها مش هقدر امنعك عنها حتى لو انا. روفين شقت بخجل بسبب كلامه الاخير فنزلت وشها في الارض بكسوف وما ردتش، وكنان ضحك عليها وقال انت بقيتي مراتي يا روفين، يعني ده واجب عليكي، تعالي الاول ناكل مع بعض وانا بعد كده هفهمك على كل حاجة. عدت فترة وكنان قدر فعلا يقدم لها في المدرسة، وفي اول يوم ليها وقف يصورها وهي بلبس المدرسة وكان شكلها جميل. حلوة قوي الصورة دي، تعالي بصي عليها كده. في ايه مالك يا روفين، مش فرحانة ليه؟ لا مبسوطة بس قلقانة، انا معرفش هنا حد غيرك، هو انت ما ينفعش تدخل معايا وتفضل معايا كل يوم لحد بس ما اتعود؟ كنان سكت شوية وفهم قلقها فابتسم بهدوء وقرب منها حوط وشها بين ايده وقلب ابتسامة. هدخل معاكي فعلا بس بعد شوية هيطلعوني. لا مش عايزك تقلقي، انت المفروض يكون عندك ثقة في نفسك اكتر من كده، انت بتحققي دلوقتي حلمك وكمان هيكون عندك اصحاب حلوين زيك، اول ما ترجعي هتحكي لي كل حاجة، اتفقنا؟ روفين حاولت تتشجع بعد كلامه وهزت راسها بالموافقة، وفي الوقت ده كان في بنات عمالين يبصوا على كنان بإعجاب فقربوا منهم وقالوا هاي أنا هند ودي صاحبتي نهى، انتي هنا شكلك كده جديدة زينا، هو ده أخوكي؟ أهلا بحضرتك، بس مش شبه بعض خالص، أنا برضو ليا أخ ومش شبه بعض، هو حضرتك اسمك إيه؟ كنان سكت ولاحظ روفين هي كمان مش عارفة ترد وتقوله إن جوزها ولا مين، وشاف إن ما ينفعش فعلا يلفت الأنظار حواليها من أول يوم في المدرسة ليها عشان ما تتعرضش للتنمر أو لمواقف وحشة، خصوصا إنها لسه بتتعلم الدنيا شكلها إيه هنا. فرد بهدوء وقال فعلا أختي، بس إحنا من أم واحدة وأب مختلف عشان كده مش شبه بعض، اتصاحبوا عليها بقى يا بنات وخلي بالكم منها. يلا يا روفين هروح أنا شغلي، بس هاجي أخدك أكيد، خلي بالك من نفسك، سلام. روفين ابتسمت بتوتر وبصت عليه وهو ماشي، واتفاجئت بالبنات بدأوا يسألوها ويقولوا يا بنت المحظوظة
عندك اخ حلو كده وكمان ظابط، هو اسمه ايه؟ احنا معرفناش صحيح، وكمان متجوز ولا لا؟ بس مش شايفه في ايده دبله، مش مرتبط مش كده؟ روفان اتضايقت من اسئلتهم عنه وانهم عمالين يخزلوا فيه، وكان نفسها تقول لهم ان جوزها وما يخصهمش، فردت وقالت بضيق: لا متجوز، بس هو ما بيحبش يلبس دبلته. يلا بينا بقى علشان ما نتاخرش. عدت الايام والاسابيع، وبسبب حماسها وحبها للي بتعمله كانت بتتفوق دايما، وكنان جنبها طول الوقت وما سابهاش ولا لحظه، وبدات تتعود على حياتها الجديده مع الوقت. وفي يوم كنان كان في الشغل بتاعه، واتفاجئ باتصال من مديرة المدرسة بتكلمه: أستاذ كنان، أنسة روفان اللي حضرتك قدمت لها عندنا من كام شهر حصلت لها مشكلة أو مصيبة كبيرة، ولازم حضرتك تيجي علشان تشوفها بنفسك. كنان خاف جدا من كلامها، فبسرعة اتحرك زي المجنون وهو بيسوق لحد ما وصل المدرسة، وقالوا له إنها في عيادة المدرسة. فدخل بسرعة ولقى روفان كانت قاعدة على السرير بتعيط، وهنا قلبه كان هيقف من الخوف، وجري حضنها جامد وقال: في إيه مالك؟ إيه اللي حصل؟ طب اهدي طيب علشان افهم واعرف احل الموضوع. المديرة قالت: ليها حق تتكسف تقولك اللي عرفناه، اصل مشكلتها ملهاش حل. يعني هتقولك انها حامل وكمان في الشهر الثالث؟ انا مش عارفة لما عيلة من سنك تعمل كده، امال لما تكبر هتعمل ايه؟ وانت كنت فين يا استاذ انت واهلها؟ انتم شكلكم مربتوهاش خالص. كنان اتصدم من كلامها وفضل اكتر من دقيقتين يستوعب الخبر، لكن فاق اول ما بدأت تشتمها وقال بغضب: احترمي نفسك، انا مراتي متربيه غصب عنك، ما تتكلميش معاها بالشكل ده تاني. المديره اتفاجئت من كلامه، لكن بصت له بشك وهي مش مصدقه، فاضطر كنان يطلع قسيمه الجواز علشان يسكتها، وبعد كده طلب منها انه هياخدها البيت بما انها تعبانه علشان ترتاح. كنان دخل الاوضه وحط قدامها كوبايه اللبن وقال بضيق: هي غلطتي من الاول، كان لازم احذرك انك تاخدي اي حاجه عشان ده ما يحصلش. ما انت طبيعي هتعرفي حاجه زي دي لوحدك منين؟ انت زعلانه مني؟ روفان هزت راسها برفض بدموع، فاتضايق من نفسه اكتر وقال: ما تخافيش، كل حاجه هتفضل زي ما هي، انت هتكملي تعليمك برضو. يا ريتني كنت جبتلك اي حبوب تاخديها اليوم اللي حصل بينا حاجه، بس انا متوقعتش انك ممكن تحملي على طول. انا اسف يا روفان، مفروض اني جايبك هنا علشان اخليكي تحققي احلامك، لكن عماله ورطك معايا من غير ما اقصد والله. انا مش زعلانه على فكره اني حامل، بس انا خايفه اني ما اكونش قد المسؤوليه، وانا لسه مش عارفه اساعد نفسي اصلا. كنان مسح دموعها بحنان وشدها لحضنه وقال: بصي، خلاص اللي حصل حصل، يبقى خلينا دلوقتي نفكر هنعمل ايه علشان نرتب ظروفنا عليه. هتكملي عادي علشان ما تضيعيش السنه عليكي، ولما ربنا يجيبه بالسلامه انا وانتي هنتقاسم في مشاركته سوا، وكمان هجيب لك واحده تساعدك، اتفقنا؟ روفان ابتسمت وقالت: انت طيب قوي على فكره، وشكرا على كل حاجه بتعملها معايا، وانتي احلى حاجه حصلت في حياتي يا روفان، ومليت الدنيا عليا، ولسه كمان هتعملي العيله اللي انا كنت خايفه اجيبها وحارم نفسي منها علشان شغلي، لكن تدابير ربنا بقى دايما بتبقى احسن من ترتيباتي بكتير. في المستشفى الدكتوره حطت جهاز السونار على بطنها وقالت بابتسامه هاديه: النقطه دي اللي على الشاشه هي ابنكم طبعا، هو لسه مش هيبان دلوقتي هو ولد ولا بنت، بس الاحوال الحمد لله تمام، بس برضه جسمك ضعيف يا مدام، ومحتاجين شويه تغذيه، وهكتب لك على فيتامينات تاخديها بانتظام. انا مش عارفه اكل الايام دي اصلا كويس بصراحه، وخايفه قوي يتاثر بكده. ما تقلقيش، في البدايه بس، وفي ناس كتير بتمر بالحالات دي، وبعد كده كل حاجه بتبقى تمام، المهم انتي ما تهمليش في نفسك. كنان كان واقف جنبها وهي قاعده على السرير الطبي، وحاسس بمشاعر كتير متلخبطه، ومش مصدق ان كلها شهور وهيكون مسؤول عن ابن من صلبه، فقرب مسك ايديها يطمنها وقال: ما تقلقيش يا دكتوره، اي حاجه تطلبيها هنعملها على طول، المهم تبقى بخير هي والبيبي. بعد فتره خرجوا هما بالعربيه مروحين، روفان مسكت ايده فجاه وقالت بتوتر: كنان، انا شم ريحه ذره وكمان ايس كريم. كنان بص حواليه باستغراب، لكن لقى العربيتين فعلا في اخر الشارع بعيد جدا، فقال لها: شميتيهم ازاي دول؟ ده لسه ما قربناش منهم، هو ده اللي اسمه الوحم ولا ايه؟ حاضر هجيبهم لك على طول طالما نفسك فيهم، بس انتي متاكده انك عايزه الاتنين مع بعض؟ اصل ده ساقع وده سخن، تركب ازاي خليها حاجه واحده علشان معدتك ما تتعبكيش. روفان اتضايقت جدا وقالت: انا قلت عاوزه الاتنين وعايزه اكلهم مع بعض كمان، وما تتريقش عليا عشان دي طلبات ابنك، هتجيبهم لي ولا لا؟ كان اتفاجئ بيها لانه اول مره يشوفها متعصبه كده عليه، ففهم ان دي كمان هرمونات الحمل، فنزل بهدوء يجيب لها اللي هي عايزاه وكميات كبيره كمان، فضلت تاكل فيهم لحد ما وصلوا البيت، وهو كان عمال يراقبها مبتسم جدا. فلما خدت بالها اتكسفت وقالت: طعمه حلو قوي اللي بالفراوله ده. كنان قرب منها ومسح جنب شفايفها وقال: ما هو باين فعلا من بقك الاحمر انه بالفراوله، وشكلك وانتي مستمتعه قوي وانتي بتاكليه، للدرجه دي حلو؟ طب ما تدوقيني بس منك عشان احس بطعمه فعلا. روفان بلعت ريقها بخجل وقربت منه الايس كريم،
لكنه شدها هي ناحيته وقرب منها أكتر. قدام لجنة الامتحانات كنان فتح الباب ومسك ايد روفان علشان ينزلها من العربية ببطنها الكبيرة وقلب قلق. هو انتي متأكدة انك مش تعبانة يا روفان؟ مش عارف ليه قلبي حاسس انك هتولدي النهاردة. روفان ابتسمت وهي بتداري تعبها وقالت هو انت بتفول عليا ولا ايه؟ حرام عليك، ده النهاردة اخر يوم امتحان ليا خلاص، وبعدين الدكتورة قالت فاضل اسبوع، يعني اكون امتحنت وخلصت والنتيجة كمان طلعت. انا بخير ما تقلقش. ماشي، بس احتياطي انا مش هروح الشغل النهاردة وهستناكي بره. يلا ادخلي وربنا يوفقك ان شاء الله. روفان ابتسمت واتحركت على جوه، وعدى الوقت وهو فضل واقف مستنيها بره لحد ما حس بحركة غير عادية في المكان، فنزل وهو بيسأل واحد في حاجة حصلت جوه في لجنة الامتحانات ولا ايه؟ قفشتوا حد بيغش يعني؟ يا ريت، ده بيقولوا في واحدة بتولد جوه كانت بتمتحن وطلبوا لها الإسعاف عشان على آخرها وشكلها تعملها هنا واللجنة جوه اتقلبت. كنان اتصدم وعرف إنها مراته، فبسرعة جري على جوه بخوف شديد عليها. كنان فتح الباب ودخل وعينه بتدور على الصغيرة اللي قلبت كيانه لحد ما لقاها في المطبخ كانت واقفة بتحضر الأكل، فابتسم وقرب حضنها من ورا وقال مش قلتلك ما تعمليش حاجة النهاردة علشان ناوي نشوي لحمة وسايبها في التتبيلة من امبارح؟ وبعدين فين جاسر؟ اوعي تقولي انه عملها ونام. حلو بس يزعجني وما يخلينيش اعرف انام امبارح. ادخل اصحيه بقى واغلس عليه زي ما بيعمل معانا. روفان لفت وقالت بابتسامة كنت بحضر السلطة وجاسر فعلا نام جوه الحمد لله، بس بعد ما غلبني، وحياتي عندك يا كنان ما تصحيهوش وسيبه. ماشي، سماح المرة دي. تعالي بقى ساعديني علشان ندوقك احلى شوية لحمة مشوية ممكن تدوقيها في حياتك. بعد وقت كنان كان واقف في البلكونة وقدام الشواية وهو بيهوي على قطع اللحم، وروفان قربت منه وقالت انا جبت لك فحم زيادة اهو، بس انت بقالك كتير قوي بتشوي، كل ده لسه ما خلصتش، ما كنت خلتني انا انزل اجيب الطلبات وعملت لحد ما تيجي. كنان بصلها شوية وقال الشوي بياخد وقت يا حبيبتي عادي عشان دي لحمة، وبعدين تنزلي فين؟ انت عارفة انا مفيش نزول لوحدك الا معايا وبس، وكل حاجة عاوزاها هتجيلك. ايوه يا كنان، بس انت شغلك الايام دي بقت تطول فيه قوي وكمان تغيب بالايام، وبعدين انا وابنك بنقعد زهقانين وانا في اجازة المفروض استغلها واخرج، مش هفضل قاعدة بين 4 حيطان. الولد زهق برضه. ابنك اللي عنده 5 شهور لحق يزهق من ايه؟ طب حسب ما تعود، حتى قولي بقى ان انت اللي بتحاربي علشان اسيبك تخرجي، بس مستحيل يحصل. هاتي طبقك بقى علشان اللحمة خلصت خلاص، مش عايز اكل، كل وحدك انت، نفسي تسدد. كنان اتفاجئ بيها سابته ودخلت، فتنهد جامد ودخل وراها. كانت قاعدة على السرير زعلانة، فقرب ضمها لحضنه ولما حاولت تبعد حوضها وقال للدرجة دي كمان؟ يا روفان انا بعمل كده علشان مصلحتك، انا يا حبيبتي شغلي خطر، ونسيتي كمان المنطقة اللي انا جايبك منها، لو عرفوا اي حاجة عننا مش هيسيبونا في حالنا. هو انت يعني اول ولا اخر واحد تشتغل في الشرطة؟ اكيد مش بيحبسوا نفسهم في البيوت، انت اللي بتخاف من اقل حاجة علينا يا كنان، لدرجة بتخنقنا. ما تكبريش الموضوع بقى، انا مش حابسك ولا حاجة، ما انا بخليكي تخرجي بس معايا، انما لوحدك لا، لو حصل لك حاجة بعد الشر انا هلحقك منين؟ ايوه بس انت دلوقتي بقيت تغيب الايام في الشغل، يعني هيحصل ايه لو خرجت اجيب حاجة وهرجع على طول؟ الموضوع بسيط. لا، الموضوع مش بسيط، وياك اعرف انك عملتيها من ورايا. روفان انت مش عارفة حياتي كانت عاملة ازاي من قبل ما اشوفك، ما كنتش بقرب مني اي واحدة ولا علقها بيا علشان ما تتأذيش بسببي، لكن فجأة بين يوم وليلة اتجوزت وكمان بقى عندي ابن كل حياتي، فلو حصل لكم حاجة بعد الشر انا مش هعرف اعيش من غيركم. ايه يا كنان بس؟ كنان حوط وشها بين ايده وقال بخوف لأول مرة يظهره روفان قدري موقفي، انا ممكن اجي اضحك اهزر معاكي واكون لسه سايب واحد صاحبي مستشهد وسايب وراه عيلة مش عارفين يعملوا ايه من بعده، وياريت تيجي فيا وانتم لا، لكن عمرك ما تتخيلي كم الخوف والقلق اللي انا بكون عايشه بعيد عنكم. روفان بصت له شوية وحست بالعطف فهزت راسها بالموافقة بعدم رضا، وكنان ابتسم وحضنها جامد وهو بيتنفس ريحتها بعشق كبير. في قسم الشرطة كنان كان قاعد بيشتغل زي العادة، لكن اتفاجئ بالباب اللي بيتفتح وروفان دخلت تجري ناحيته وهي من ورا وقالت بخوف كنان الحقني، اخدوا مني والله العظيم، حاولت كتير امنعهم لكن ما عرفتش، وكنت في الشارع لوحدي ومفيش حد. في ايه دي؟ انا مش فاهم حاجة، وبعدين شارع اللي بتتكلمي عليه، هو انت نزلتي من ورايا برضو؟ انطقي واتكلمي، جاسر حصل له حاجة؟ روفان سكتت شوية بتردد وقالت بدموع والله العظيم ما كنت اعرف ان ده هيحصل، انا كنت محتاجة حاجة قلت انزل اجيبها واخده معايا يشم هوا، معرفش عربية فجأة وقفت قدامي طلع منها ناس وشدوه بالعافية مني، رجعلي ابني يا كنان، ابوس ايدك وانا مش هعمل حاجة تاني. ضيعتيه ودلوقتي جاي تقولي لي رجعه؟ ما هو ده اللي انا كنت بحذرك منه، وانتي مفيش فايدة في دماغك،
خليكي هنا في المكتب ما تتحركيش، والمرة دي اسمعي كلامي بقى لحد ما اتصرف. روفان هزت راسها بالموافقة وقعدت على أقرب كرسي بانهيار، وهو أخد السلاح وطلع بره، لكن وقف للحظات ورجع شدها الحضن وهي مسكت فيه جامد فقال: اهدي، هيرجع حتى لو هخسر حياتي كلها محدش هيمسه. اقفلي على نفسك وانتي هنا في أمان، وأنا هجيبهولك صدقيني، هيرجع لحضننا من تاني. بعد أسبوع روفان قامت بخطوات بطيئة وكان باين عليها التعب والحزن، وفتحت الباب، لكن اتصدمت لما شافت قدامها كنين وهو شايل جسر في ايده، فصرخت بسعادة وشدته منه وفضلت تبوس فيه وهي مش مصدقة انه رجع بخير، وعيطت من الفرحة وقالت: يا حبيب ماما، أخيرا رجعت، أسبوع بحاله بعيد عني، كنت هموت، أنت كويس يا قلبي؟ عملوا لك حاجة؟ كنت فين وسبتني كل ده لوحدي؟ كان مع عصابة كانت بتخطف الأطفال علشان تبيعهم، وفي اللي بياخدوا أعضائهم. ما تتخضيش كده، يمكن ربنا عمل كده علشان ينقذ الأطفال التانية. بعد الشر عليه، خلاص أنا مش هتحرك من هنا، ولا حتى عايزة أكمل تعليمي. أنا مش عايزة غير ابني وبس يا كنان، يا ريتني كنت سمعت كلامك من الأول. روفان اهدي يا حبيبتي، الايام اللي فاتت عارف كانت صعبه علينا احنا الاتنين، بس خلتني افكر واعيد حساباتي في حاجات كتير، واللي ربنا كاتبه هيحصل صحيح. لازم نحرص، بس مش لدرجه اللي انا كنت عامله معاكم. انا مش واخدك من حبس علشان حبسك تاني، والجسر كمان لسه صغير، وانا فهمت متاخر انك كنتي بتعملي كده علشان مش عايزاه يعيش اللي انت عشتيه. كنان انا من غيرك ولا حاجه، لولا انك دخلت حياتي انت شلتني منها، ما كانش زماني دلوقتي عايشه العيشه دي. عشان كده انت بالنسبة لي أهلي وناسي وكل حاجة في حياتي، وأنا مستعد أعمل أي حاجة عشان ما أخسركوش. أنا ماليش غيركم بجد. أنا يا حبيبتي اللي ماليش غيركم، بعد ما كنت لوحدي، بعد ما مليتوا حياتي لازم أعوضكم. أنا هخصص يوم نسافر فيه علشان أوريكم العالم كله، عشان دي أبسط حقوق اللي بيحب حد لازم يساعده، وأنتم مالكوش ذنب في موضوع شغلي ولا خوفي اللي مش عارف أسيطر عليه، وأكيد مع الوقت هعالجه، بس لازم تشوفي الدنيا عشان تتعايشوا معاها وتعرفوها. روفان ابتسمت وقالت بحب: اللي انت عاوزه اعمله يا حبيبي، انا بحبك ومستحيل ابعد عنك، وانا كمان بعشقك يا روفان قلبي. المشهد خلص والكرة دلوقتي بقت في ملعبك انت. يا ترى هترجع للواقع بتاعك بنفس الدماغ القديمة ولا اللمبة خلاص نورت؟ كان معاكم صوتكم اللي بيحبكم في مملكة شغف، ومستنية اسمع رأيكم في الكومنتات. هتوحشوني جدا جدا من هنا للحكاية الجاية. سلام.